السيدة خديجة قلب من ذهب وعقل حكيم. في مدينة مكة المكرمة وسط الرمال الذهبية والجبال العالية عاشت سيدة نبيلة تدعى خديجة. كانت خديجة معروفة بين الجميع بذكائها الشديد وأخلاقها العالية، حتى أن الناس كانوا يلقبونها بالطاهرة، لأن قلبها كان نقيا مثل السماء الصافية. لم تكن خديجة سيدة عادية، بل كانت تاجرة ناجحة جدا. كانت تدير أعمالها ببراعة، وتحرص على أن يعامل الجميع بصدق وأمانة. في مكتبها المليء بالخرايط واللفائف، كانت تخطط لرحلات القوافل التي تجوب الصحراء. في يوم من الأيام، سمعت خديجة عن شاب يلقب بالأمين لشدة صدقة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. طلبت منه أن يقود تجارتها، وعندما عاد أخبرها الجميع عن أمانته العظيمة. شعرت خديجة براحة كبيرة، وقررت أن يكون شريك حياتها، فتزوجا وعاشا في سعادة غامرة. كان بيت خديجة ومحمد مليئا بالحب والسكينة. كانت خديجة هي الحضن الدافئ الذي يلجأ إليه الجميع. كانت تهتم ببيتها وتزرع فيه بذور الخير، وكان الجميع يشعر بالأمان بمجرد دخول منزلهم الصغير الجميل. في ليلة هادئة، بينما كان محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، نزل عليه الوحي بالقرآن الكريم. عاد إلى البيت وهو يشعر بالرجفة من عظمة الموقف. كانت خديجة تنتظره بقلب مشتاق، وعندما رأته لم تتردد لحظة في مساعدته. قال محمد صلى الله عليه وسلم: زملوني، زملوني، أي غطوني من شدة البرد والخوف. أسرعت خديجة بشجاعة وحنان، ووضعت عليه عباءة دافئة، وظلت بجانبه تمسح على رأسه وتهدئ من روعه حتى سكن قلبه. قالت له خديجة بكلمات خلدها التاريخ: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. كانت هذه الكلمات هي الوقود الذي أعطاه القوة في تلك اللحظة الصعبة. لكي تزيد من طمأنته، أخذته خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا عجوزا حكيما يعرف الكتب السماوية. أكد لهما ورقة أن محمد هو نبي هذه الأمة. كانت خديجة هي أول من آمن به من البشر، وأول من صدق رسالته. عندما بدأت الدعوة وواجه المسلمون صعوبات كثيرة، لم تتخلى خديجة عن زوجها أبدا. أنفقت كل مالها لدعم الفقراء والمحتاجين، وصمدت معه في وجه كل التحديات بشجاعة لا مثيل لها. كانت هي الجبل الذي يستند إليه الجميع. عاشت خديجة بطلة، ورحلت تاركة وراءها أعظم مثال للوفاء والشجاعة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتذكرها دائما ويقول: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس. ومنها نتعلم أن الشجاعة هي أن نقف بجانب الحق بكل حب وقوة،